بس في مدينة الغردقة في منطقة خطيرة جدا ومن شدة خطورتها سموها مثلث برمودا مصر. على بعد 35 كيلومتر غرب جزيرة شدوان المواجهة لمدينة الغردقة بتوجد منطقة شعاب أبو النحاس أو مثلث النحس زي ما بيقولوا. المنطقة دي هادية جدا وما فيهاش حتى دوامات، لكن فيها شعاب مرجانية قاتلة غرقت فيها أكتر من 7 سفن. الباحثين لحد دلوقتي مش عارفين يوصلوا للعدد الحقيقي للسفن اللي غرقت. الناس هناك بيخافوا يقربوا منها وبقوا يقولوا عليها ان المنطقة دي فيها جن وشياطين وان هم اللي بيغرقوا السفن. طب ليه سموها مثلث النحس؟ الغواصين والصيادين اللي هناك قالوا ان المنطقة دي نحس على السفن وعشان كده سموها أبو النحاس. وناس تانية بيقولوا ان اسمها كده علشان زمان كان في سفينة محملة بالنحاس وغرقت في المثلث ده، والكلام ده كان عام 1896 لما عدت سفينة بريطانية اسمها كارناتيل عند المثلث ده وكانت رايحة الهند، واصطدمت السفينة وقتها بالشعاب المرجانية ورفض القبطان نزول الركاب على جزيرة شدوان. رغم اللي حصل كان عنده أمل إن ينجو بالسفينة، لكن بعد محاولات كتير جدا بقت بالفشل وخسر فيها القبطان 31 من الموجودين على السفينة، منهم 26 من طاقم السفينة و4 أشخاص من الركاب، واضطر الهبوط بيهم على جزيرة شدوان. واهل الجزيره بعد كده قدروا ان هم يستخرجوا البضائع اللي كانت موجوده في السفينه من قاع البحر لانها كانت محمله بالذهب والنحاس. وعدت سنين كتير وبقت تقع سفينة ورا التانية في فخ منطقة أبو النحاس، وبقت اللعنة اللي موجودة في المكان ده خلته يبقى مثال جديد لمثلث برمودا بس في مصر. وعلى الرغم انها بعد كده اصبحت مكان ممتع للغواصين والسفن اللي غرقانة فيها بقت مزار سياحي، الا انها ما زالت لغز محير حتى الآن. فهل الشكل الهرمي او المثلث لغز يحمل الكثير من الغموض والتساؤلات حول سر هذا الشكل الذي ارتبط بأماكن تعد أكثر الأماكن خطورة حول العالم؟